ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناه شيماء جمال تي في. احنا بقالنا كتير ما عملناش روتينات، وانا اصلا ما كنتش بعمل روتين، كنت بنظف من فوق لفوق 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 كده علشان الدراسه، والحمد لله الدراسه خلص الترم الاول. فقلت بقى همسك الاهمال اللي انا اهملته الفتره اللي فاتت دي، همسك الريسبشن ده ونديله شطفه نظيفه. زي ما انتم شايفين الستاير ما كانتش نظيفه لان كنت بنفض الشباك، والتراب بيجي عليه. مهما نفضت الستاير لازم بتبقى عايزه غسيل. شلت الستاير بتاعه الريسبشن والستاير بتاعه الاوضه اللي هي الاوضتين اللي هي بتاعه السفره. وهاخدهم زي ما انا قلت لكم على طول، ان انا كل ما باجي اعمل روتين عميق جدا في اي مكان، اول حاجه بشيلها الستاير وبحطها في البانيو وبتتغسل، وبنشرها لحد ما اخلص التنظيفه كلها، تكون الستاير نشفت، وبعلقها على طول. ما بحبش تطبيق الستاير علشان ما بحبش كويها، يعني لو هطبقها عادي، لكن بعد كده هتضطر ان انت هيبقى فيها كسر كده، فهتضطر ان انت تكويها. هنشيل كل المفارش. المشكله بس شايفين المفارش الفرو لما بتتغسل مره والتانية بتحس ان هو ما بيبقاش زي الاول، يعني لونه بيغير مهما غسلت فيه، لونه ما بيبقاش فاتح زي الاول. فمش حاسه ان المفارش الفرو شكلها حلو بس مش عمليه، وبتبقى غاليه على فكره. اهو الستاير حطيتها في البانيو بالاريال وغسلتهم بسرعه وطلعتهم، وحطيت بطانيه، هغسل 3 بطانيات كمان علشان الشتاء ممكن نحتاج، كل ما تزيد الشتاء ممكن نحتاج بطانيات تاني، فتبقى البطانيات جاهزه. انا غسلت 3 قبل كده، والمره دي 3 غسلت اللحافين فايبر وبطانيه. المره دي بقى عكست، غسلت بطانيتين واللحاف الفايبر. طبعا الفترة دي كلها اخدت مني وقت كبير لحد ما خلصت البطانيات وعملت الستاير، واخدت وقت. يعني انتوا شايفين دلوقتي الستاير كان تقريبا على بعد العصر كده، ولحد ما ابدأ بقى في التنظيف هيكون الليل جه. هتشوفوا دلوقتي، انتوا بتشوفوا المختصر والملخص بتاع الحاجة اللي بتتعمل، لكن الحاجة دي بتاخد وقت كبير جدا. طبعا انتوا بتغسلوا بطانيات وعارفين بتاخد معاك وقت قد ايه، والستاير نفس الموضوع. بس كده خلصتهم وحطيتهم في البلكونه. البلكونه طبعا عشان انا ما سبتهمش يتصفوا علشان انجز، فالبلكونه غرقت ميه، فمش هينفع امسحها دلوقتي عشان هتغرق تاني، فسبتها لحد ما تصفي خالص. ندخل بقى على الريسبشن. كل الديكورات، كل المفارش عندي عايزه تتغسل، كل الديكورات عايزه تتغسل، وزي ما انتوا شفتوا كل الستاير عايزه تتغسل. دي الصينيه، الطبق تقريبا مش تقريبا، الطبق هو كان صغير، فانا هغيره بعد ما احطهم، هغيره واحط في حاجه اكبر. كل حاجه عايزه تتغسل. حاسه ان انا الشقه دي كلها عايزه احطها في البانيو واشطفها وامرشها كده، وبعد كده احطها مكانها. طبعا مش هينفع، فاللي هينفع يتغسل هخليه يتغسل. حطيت كل حاجه معاهم، الطفايه معاهم، المبخره، بس الحاجات الخشب مش هينفع زي الشمعدانات دي، هلمعها تلميع، مش هينفع احطها في الميه. زي ما قلت لكم الطبق طلع صغير، فغيرت الطبق وحطيت في طبق كبير. على فكرة هتسمعوا الروتين ده وهتتشجعوا جدا جدا جدا، وهتقوموا تعملوا اي حاجة في الشقة، انا متأكدة، انا واثقة. فتحمسوا معايا وقوموا اعملوا اي حاجة، شغلوا الفيديو انتوا شغالين. ناخد بقى المعدات بتاعتنا. بصوا الدنيا كانت عاملة ازاي من شوية، دلوقتي بقى خلاص كده بعد المغرب. الريشه بتنجز، بيقولوا انت بتدلعي وبتعملي بالريشه. على فكره الريشه والله العظيم اكتر حاجه بتنجز معاكي في الشيش خاصه والسلك هي الريشه. انا معايا هي في ايد المنفضه، ومعايا في ايد الريشه. والفرشه اللي بتعملي بيها الشيش برضو سريعه، بس مش زي الريشه، جربوها. بس هي مشكلتك ان انت بتبقي عايزه بعد ما تعملي بيها الشيشان تغسليها على طول، او تخصصي حاجه للشيش وحاجه لجوه في الشقه، عشان هتعبي تراب كتير يعني. بس بتنظف بسرعه، وبتدخل في الفتحات دي بتنظفها جدا. بس حاولوا تكون الريشه ريش نعام اصلي، يعني ريش نعام. دلوقتي بقى النعام بيتذبح في كل مكان، واللي بيذبحوا النعام ده بيعملوا الريش بتاعه اللي هي الريشه دي. حاولوا، بس ما اعرفش والله بقت بكام دلوقتي، اكيد بقت بمبلغ وقدره، بما ان كل حاجه طلعت في العالي كده.
فوق الديب فريزر نفس الموضوع. عملتها، ودي عملتها المفروض كنت عملتهم قبل ما اعمل الشيش، بس انا نفضتها جامد جدا لحد ما بقيت اخبطها ما بقيتش تنزل تراب. عملتهم بيها، وكده خلصنا من الشيشان، وكنت عامله الشيش التاني. وناخد كمان الزرع ونحطه تحت. من ساعه ما انا عرفت ان اللي تحت دي مش خشب، دي بلاستيك، وانا كل شويه ساحبه الزرعتين دول على البانيو ومدياهم دش كويس. هناخد الاولى وناخد التانية. دي بتتخلع بسرعه، اما التانية مستحيل تخلعيها. يعني انا كنت في الاول بخلع دي واخدها اغسلها، لكن الرفيعه دي ما كانتش بتتخلع خالص. فحطيتهم في البانيو ونشطفهم شطفه نظيفه جدا. وكمان الزلط اللي من تحت ده بيبقى فيه تراب، يعني اكيد بيبقى فيه تراب يعني، فقلت يتغسل بالمره. انا كنت في الاول بعمل ايه، بشيل الزرعه اللي هي بتتخلع، اللي هي الورق العريض ده، وباخد الزلط واحطه في طبق. بغسل الزلط لوحده والزرعه لوحدها. وكنت بلمع الزرعه الكبيره دي، وما كانتش بتعجبني لما حاجه بتغسليها وبتديلك لمعه كده حلوه، غير لما حاجه بتلمعيها. احيانا طبعا بلمع، بس لما بكون عايزه تتغسل يبقى لازم تتغسل. غسلتهم، والزلط غسلته اهو. دي تقريبا ما كانش، تقريبا دي مفتوحه من تحت ولا ايه مش عارفه، ما كانتش واخده ميه كتير، حطيت لها ميه كتير. ونغسل الزلط، وبعدين هصفي الميه اللي فيها كويس جدا جدا، ونسيبها لحد ما ايه تتصفى. اي حاجه عايزه تتغسل نغسلها الاول، اي حاجه عايزه تتنشر ننشرها الاول. نخلص حاجتنا كلها تكون الدنيا كلها اتظبطت، وبعد كده نطلع ننفض السجاده ونشيل كل حاجه. الحيطان عايزه تتغسل. بصوا يا جماعه، احنا اكيد كلنا الفتره اللي فاتت دي اللي كان فيها امتحانات. انا ما عنديش حد لسه بيمتحن، بس عندنا امتحانات شهريه. فكان اخر شهر ده كان اخر امتحان. ف اي حد كان عنده اطفال في المدارس فاكيد طبعا اهمل في شقته. انا والله العظيم انا يعني اليوم اللي بذاكر فيه للاولاد ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص في الشقه خالص، علشان انا عندي 3، والتلاتة هم التلاتة تأسيس والله. وكمان الكبير سايباه شويه، اللي هو الكبير في سنه كام، الكبير في سنه تالتة ابتدائي، فبسيبه شويه يعني معتمده شويه على الدرس. لكن الاتنين التانيين بمسكهم كل واحد بالمواد بتاعته، بالاضافه ان انا يدوب بعمل الاكل، فبحس ان مفيش وقت خالص ان انا اعمل حاجه في الشقه. دلوقتي الحمد لله خلصنا، وان شاء الله باذن الله يعني ازود في الروتينات شويه. بقالي كتير ما عملتش روتينات، لان انا اصلا زي ما بقول لكم كنت مقصره جدا وكنت مهمله جدا، بعمل كل حاجه من فوق لفوق. ما عملتش تنظيف عميق. مش فاكره من اخر حاجه كنت عاملاها معاكم، اللي هي اوضه الاطفال. فاكرين اوضه الاطفال لما عملت لها تنظيف عميق، لما غيرت كان من اسبوعين تقريبا، لما غيرت الشتوي وطلعت الشتوي وحطيت الشتوي وعملت السحارات ده كان اخر روتين، وما عملتش تاني. ما عملتش تنظيف عميقة يعني، لكن بروق ترويق. نروح بقى، خلصنا الارضيات، نروح بقى للسقف. السقف كمان عايز يتغسل. انا عملت بالهلاسة، شلت التراب لو كان في تراب او اي حاجة، بنمشي بالهلاسة الاول. بعد كده قلت همسح الحيطان. انتوا عارفين المساحه اللي انا قلت لكم عليها بمسح بيها الحيطان، وحلوه جدا. يا دوب لسه بقول بسم الله اتكسرت. يا دي النيله، يا دي النيله عليا. طب خلص كملي الحيطان وبعد كده بقت كسري. لا اتكسرت، فما غسلتش حيطان اللي هي من فوق. اما اللي من تحت انا بغسلها بالليفه. هتشوفوا دلوقتي من فوق كانت يعني كنت والله العظيم متضايقه، عايزه خلاص عملت التنظيفه يبقى كله. هي الحيطان الاجزاء اللي من فوق اللي انا مش بطولها هي اللي ما اتعملتش، لان دي كنت بعملها بالمساحه اللي هي اتكسرت. دلوقتي هنعمل الحيطان اللي من تحت. الحيطان اللي من تحت انتوا مش شايفين فيها ايه. انا هوريكم، انا نسيت اوريكم في الاول، بس هفتكر في اخر حيطه كده هفتكر وهوريكم الحيطه فيها ايه المفروض يتغسل. بصوا اللون اللي هو غامق في الحيطه ده انا هغسله، بس هو مش هيطلع لان هو مش لون غامق، هو البياض يعني متشاله منه طبقه من كتر ما بزق الانتريه واشد الانتريه. هتلاقوا في الحيطه اللي ورا الانتريه مزرقه شويه، هي مش مزرقه يعني. انا هغسلها دلوقتي قدامكم وهروح واجي بيها كتير. كل ما اغسلها هتزرق اكتر علشان هي لون متشال.
مش هنا بقى. بصوا الحيطه زي انتوا شايفينها زي الفل، انا اعتقد ان انتوا شايفينها زي الفل، بس هي كانت مليانه كتابات. عارفين الكتابات بالرصاص وبالجاف؟ مليانه. نسيت اوريها لكم، بس هيجي في حيطه من الحيطان هفتكر في الوقت ده اوريكم قبل، عشان هي من بعيد كده مش باينه. انا حطيت في الميه اللي هغسل فيها دي جنرال، وحطيت كلوركس الوان. الحاجات دي هتشيل الكتابات اللي بتتشال، اللي هي الرصاص والقلم الجاف. لكن في القلمة التانية اللي انا بجيبها بكتب بيها، اللي هو على الكياسة اللي بحطها في الفريزر وكده، اللون ده ما بيتشالش. لو اتكتب على الحيطة مستحيل يتشال، لان هو اصلا لون ثابت بتاع حاجات، يعني اللون ده ثابت. فلو اتكتب بيه مش هينفع يطلع. عندي تحت التلفزيون مكتوب بيه، معرفتش اطلعه. وعندي على الباب في جزء كده مكتوب بالقلم ده، اللي هو بتاع اللي انا بكتب فيه على كاس الفريزر، مرضيش يتشال. اما الجاف والرصاص هتعملي بالليفه دي، وسيبيهم 3 دقايق كده، وارجعي امسحيهم او اعملي مره تانية بالليفه، هتلاقي كل حاجه اتشالت معاكوا زي الفل. وهتشوفوا دلوقتي هو مش باين قدامكم، بس لا، الحيطه دي، الحيطان كلها من تحت كانت كلها بالرصاص، كلها بالرصاص. والجاف برضو، يعني ده الكلوريكس الوان مع الجنرال هيطلع الجاف وهيطلع الرصاص. الرصاص لو هو لسه مكتوب دلوقتي وعملتيه بقماشه هيطلع معاكي على طول. لكن لو مثلا اتعمل النهارده وانت شفتيه تاني يوم، مش هيطلع معاكي غير لو عملتيه بالليفه. الليفه اللي انا بستخدمها دي خشنه شويه. وطبعا كلنا ما بنبقاش فوق راس الاطفال 24 ساعة. يعني انت ممكن تكوني في المطبخ وحد مسك القلم ورسم وانت ما شفتيش اصلا خالص، الا صدفة بعد كده لما بتشوفي. فمش هتشوفي غير تاني يوم. انا شفت بصوا الحيطان كلها بالشكل ده، هي مش باينة من بعيد بس حبيت اوريها لكم. بصوا قبل، وبصوا بقى بعد لما غسلتها، نفس الحيطه اهي. الحيطان كلها كده، بس دي اللي افتكرت بقى اوريكم من قريب، لان هي من بعيد انا ما اخدتش بالي ان في التصوير، لان انا ما بشوفش الكاميرا الخلفيه اللي بصور بيها طبعا مش بتوضح لي انا بصور ايه، فما بشوفش ايه اللي ظاهر وايه اللي مش ظاهر غير لما اخلص واجي ابص لقيت مفيش ولا اي حاجه في الحيطان ظاهره. فافتكرت دي فوريتها لكم. ناخد كمان البيبان معانا، واي حاجه عايزه تتلمع نلمعها معانا. والحيطه اللي فوق معلش ان شاء الله ابقى اجيب مساحه تانية وابقى اعملها في اي وقت، هتبقى سهله عليا. كل المكان نضيف، بس يا دوب هي اللي من فوق دي هي اللي عايزه تتغسل، فنبقى نغسلها. الباب كمان البيبان كلها كان مكتوب عليها. بصوا يا جماعه، انا بصيت في الحيطان كده لقيت خريطه مصر. عارفين خريطه مصر؟ خريطه مصر على كل الحوائط بالشكل اللي انتوا شفتوه في الحيطه دي اللي انا لسه موريها لكم. البيبان كان ليها نصيب يعني، بس النصيب قليل مش كبير. والحيطان كلها ما شاء الله. انا كده كنت خلصت كل الحيطان. الباب بقى بتاع اوضه الاطفال، لو طبعا انتوا مش هتاخدوا بالكم من التفاصيل دي، بس حابه اوريها لكم. هتلاقوا فيها استيكرات، كل واحد يجيب ستيكر ويلزقه. مش عارفه باين قدامكم ولا لا. فمن بعيد منظر الباب مش حلو، والاستيكرات جيت اشيلها لقيتها سايبه اثر، فسبت الاستيكرات زي ما هي، وكل واحد خايف على الاستيكر اللي هو حاطه. سبت الاستيكرات زي ما هي. المكان اللي فيه اطفال يا جماعه انتوا كلكم طبعا عارفين، لما يكون في بيت فيه اطفال بيبقى حاصل ايه. احنا بنحاول نحافظ بقدر الامكان ونحاول ننظف بقدر الامكان، بس ما بقدرش اتحكم تحكم كامل. وخاصة ان انا من الامهات اللي مش يعني بسيبهم يلعبوا، يعني ما بينزلوش يبقى خلاص يلعبوا ويطلعوا الالعاب ويبوظوا براحتهم، بس يلموا بعدين. بس انتوا طبعا عارفين اللم بتاع الاطفال، هم يلموا واقول لهم برافو وانا من وراهم، بس ايه اخر اليوم بقى. يعني لو حد جالي في نص اليوم وهم بيلعبوا تخيلوا بقى المنظر. دلوقتي خلصنا الحيطان، نلمع قبل ما نمسح، علشان لو في حاجة كده ولا كده تنزل وناخدها في المسح. وحطيت الفرط البيضة دي على الكراسي. انا على فكرة من مش بشجع ان احنا نحط فرط خالص. اولا عايزه تتغير يوميا عايزه تتغير. ثانيا بتداري الانتريه. بس انا بما ان الانتريه بتاعي بقى له 9 سنين، يعني مش حاجه جديده، خلاص عينينا اخدت عليها وكده، مش حاجه جديده عايزه استمتع بيها. ثانيا انا مش بفرشه على طول. لما اكون بعمل تنظيفه كده وخايفه الانتريه يتوسخ في نفس اليوم، بحطها وبشيلها بعد يومين، وما بحطهاش تاني غير لما اجي اعمل تنظيفه كمان احطها، يعني تحافظ لي مثلا 2 3 وخلاص.
لكن غير كده اي حد بيقعد تلاقيها في الارض، اي حد بيقعد تلاقيها اتلمت وبقت في النص، بتنرفزني، بحس ان خنقتني. فعشان كده بحطها يومين 3 وخلاص كده. ممكن الجبلان يكون ثابت شوية، بس الجبلان لو فيه لون فاتح ممكن يبقى شكله حلو، لكن اغلبه الوان، اغلبه بيبقى الوان نبيتي واحمر. وهي الحاجات الانتريات وكده مش عايزه غير الالوان الفاتحه، وهو الابيض بيبقى احلى حاجه لما بتفرشيه. اما الالوان الباقيه دي مش عارفه، ما بقتنعش بيها. ممكن لو بيش فاتح قوي ممكن. وممكن الجبلان دي هي اللي تثبت شويه، ما اعرفش، انا ما جبتهاش، هبقى اجيبها اجربها والله. والجزء التاني بقى بتاع السفرة، طبعا انتوا عارفين المأساة اللي انا فيها، السفرة تقيلة جدا ولوح الازاز فوقها، فما بعرفش اشيلها غير لو كان معايا حد، وانا مش معايا حد. فهو ده الطريقة اللي انا بعمل فيها السفرة، بعمل بالمكنسة كل النواحي والمع السفرة من فوق ومن تحت، وبعد كده بجيب السجادة من اليمين واجيب السجادة من الشمال وامسح تحتها وامسح فوقها. وزي ما انتوا شايفين المعاناة، طبعا اكيد كلنا عندنا المعاناة دي. بس انتوا بتشيلوا بقى السفرة كل قد ايه؟ يعني كل قد ايه بتشيلوا السفرة خالص وتمسحوا الدنيا كلها؟ بصوا مش هكذب عليكم، اخر مرة شلت فيها السفرة دي، فاكرين لما الشقة بتاعتي غرقت كلها مية؟ الفيديو ده انا مسحته عشان حسيت ان الشقة لا هي شقتي ولا انا، كنت فعلا يعني الارهاق والتعب كان باين عليا، لان احنا فضلنا 3 ايام المية مغرقة الشقة كلها، الحمام والمطبخ والاوض. وكل ما يجي سباك يقول مش عارف، كل ما يجي سباك يقول مش عارف، المواسير بره المواسير جوه، ما عرفناش. فقعدت 3 ايام. بعد ال3 ايام دي طبعا السجاد كله كان غرق ميه، فشلنا السجاد ووديناه مغسله، ما كانش ينفع ابدا ان انا اللي اغسله في البيت. وساعتها دي بقى اللي سمع الفيديو ده، اخر مره شلت السجاده كانت هي المره دي. شلنا السجاد كله ووديناه، كانت مدعكه، كان فيديو ابن 60 في 70 ابن لذينه. بس ونلمع بقى، خلاص احنا لمعنا جوه، نلمع السفره. انا خلاص بقيت بعتمد فيها المفارش الصغيره اللي بتتحط في النص بس، وبتبقى السفره باقي داير ما يدور كده، تبقى فاضيه علشان لما نيجي ناكل ما تتعبنيش. اللي بياكل على السفره هيبقى عارف المعاناه، لما كل شويه تشيل المفرش وتحط المفرش، تشيل المفرش وتحط المفرش. فدلوقتي بقيت بحط المفرش الصغير في النص، ويبقى حوالين السفره كلها يبقى فاضي، بحط الاطباق براحتي وبشيل براحتي، وبعد كده بلمع براحتي، والدنيا كده متظبطه معايا. بعد ما غسلت الانتيكات والتحف والحاجات اللي زي دي، طبعا انا هطلع كل التحف اللي عندي وكل الانتيكات اللي عندي واشوف هحط فيها ايه، بس كل حاجه انا شايلاها نظيفه، دول بس اللي كانوا محطوطين فغسلتهم. دلوقتي بقى هتلاقوا السفره مليانه حاجات، بعد شويه يعني لما نخلص مسح، مليانه كل التحف اللي عندي. و... و... وهختار منها بقى واشوف ايه اللي يناسب مع ايه وايه اللي مش يناسب مع ايه، وهشوف هحط ايه وما احطش ايه. لان انا مثلا هحط حاجه، الحاجه اللي كنت حطاها دي مش هستغنى عنها، او جبت حاجه جديده مش هستغنى عنها، لا، بشيلها وبحط الجديد، وبعد كده انا ملوله جدا ممكن ابدل كل شويه. بصوا الشمع ده اللي انا وريته لكم من شويه، ده شمع عادي، وانا عندي حاجات بتاعه اعاده التدوير وكده، فبتبقى عندي حاجات باقيه منها، بحب احط اي حاجه واغير شكلها، فغيرت شكلها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. جبت الشريطه دي كانت عندي وحطيتها في نص الشمعه، وبعد كده عندي شريط الخرز ده. الخرز ده طبعا ممكن يتجاب لوحده من غير ما يكون شريطه، بس انا كان عندي شريطه فحبيت استغلها. فحطيت قطعتها بالمقص كده، قصيت كل واحده لوحدها، وحطيت فوق الشريطه الاولى كام خرزه، ووزعت كام خرزه على الشمعه كلها. وهعمل الشمعه التانية بنفس الطريقه بالظبط. انا عماله ارغي معاكم كتير قوي، الفيديو زاد عن 20 دقيقة، وده مش كويس عشاني، في التحميل هيبقى وحش وانتوا كمان هتملوا. فهنكمل الفرش والديكورات وتركيب الستاير. اوعوا تفوتوا الفيديو الجاي، الديكورات هتعجبكم جدا جدا جدا، انا واثقة. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، انا واثقه ان شاء الله باذن الله الاول، وبعدين انا واثقه. فحبيت اوريكم انا الشمع ده عملته ازاي.
باي حاجات عندك قديمه، توك مش عارف ايه، ما برميش اي حاجه وبستغلها كلها في الحاجات اللي زي دي. غيرت شكل الشمعه وتحس ان هي جاهزه. وبس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. هسيبكم بس جزء صغير قوي من الفيديو الجاي. على فكرة المقطع ده كان قديم، انا كنت عامله الشمع ده من فترة بس حبيت اوريه لكم بما اني ممكن استخدمه الفيديو ده. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واسيبكم مع مقطع صغير من الفيديو الجاي. سلام.